أي حد عنده حاجة من الحاجات اللي هقول عليها يبدأ يسأل عن الزكاة علشان يعرف حق الناس الغلابة في الرزق اللي ربنا اداهوله قد إيه. وطبعا الزكاة ركن من أركان الإسلام، يعني أنا لازم أأدي الزكاة، لو ما أديتهاش هاجي يوم القيامة وأنا مش عامل ركن من أركان الإسلام. لو أنت عندك فلوس تساوي 85 جرام دهب عيار 21، تبدأ تسأل عن الزكاة علشان تعرف هتخرج قد إيه وهتخرجها لمين. لو أنت تاجر وعندك بضاعة تساوي 85 جرام دهب عيار 21، تبدأ تسأل عن الزكاة علشان تعرف الشروط وهتخرج قد إيه وهتخرج لمين. لو أنت عندك من الإبل 5، تبدأ تسأل عن الزكاة. لو أنت عندك من البقر أو الجاموس 30، تبدأ تسأل عن الزكاة. لو أنت عندك من الشاة 40، تبدأ تسأل عن الزكاة. لو أنت فلاح وعندك محصول واصل ل 612 كيلو أو أزيد، تبدأ تسأل عن الزكاة علشان تعرف حق الناس الغلاب قد إيه، تعرف هتطلع كام وهتطلع لمين. الزكاة ركن من أركان الإسلام. الزكاة بتطهرك، الزكاة بتكفر السيئات. سارع، ولو انت عندك حاجة من الحاجات دي ابدأ اسأل علشان تقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بقلب سليم.